أول ما توصلوا أمريكا الاكتئاب هيوصل معاكم في نفس اليوم. الاكتئاب ده بقى احنا كلنا هنا في أمريكا مكتئبين، عايزة أقول لكم كده. كل واحد بقى على حسب ظروف، يعني في ناس مكتئبة علشان هي لوحدها، الناس ما بتتحملش الوحدة هنا، الوحدة هنا قاتلة بجد. وفي ناس مكتئبة علشان ظروفها وحشة قوي هنا في أمريكا، مش لاقيين شغل. وفي ناس مكتئبة قوي علشان الشغل اللي هي فيه هي مش حباه. وفي ناس مكتئبة علشان هي كانت حياتها أحسن في أمريكا، يعني قبل ما تيجي أمريكا بكتير، وجات اتصدمت بالواقع. كانت حاطة سقف توقعات عالية جدا. فكلنا عندنا اكتئاب، بس اختلاف الأسباب. بنعمل إيه بقى؟ بنعمل إيه بقى في الاكتئاب؟ بنحاول إن احنا نخلق صداقات كويسة. بنحاول يعني. أنا عارفة إن الناس هنا مش أحسن حاجة، بس احنا بنحاول ناخد الحلو بس من البلد دي ونسيب الوحش. بنحاول نقرب من ربنا اكتر، ودي نصيحة بجد، يعني اللي هو كل ما تكتئب قوم صلي، كل ما تكتئب قوم ادعي. انا نفسي ساعات ما بعرفش اعمل كده وبستسلم جدا للاكتئاب، بس انا بقول لكم الحاجات اللي انا وقعت فيها ومش عايزاكم تعملوا زيي. ابعدوا خالص عن جو بقى الثيرابيست وادوية الاكتئاب والحاجات دي، علشان دي حاجات بتزود الاكتئاب مش بتعالجه. حاولوا ما تستسلموش لدماغكم. انا دايما بقول وجع الظهر ولا وجع الدماغ. يعني انا ابقى تعبانه في الشغل وطالع عيني وجايه بجد مش شايفه قدامي، ولا ان انا اقعد مرتاحه ودماغي تفضل تسوحني في حاجات، وافضل بقى افتكر حاجات من قديم الازل حصلت لي، وابقى زعلانه ومتضايقه وحاجات بقى بتزود. يعني كلنا اكيد حصل لنا حاجات وحشه، كلنا اكيد مرينا بلحظات ضعف كتير قوي هنا في امريكا. محدش هيفهم الكلام ده الا الناس اللي جوه امريكا اصلا. فحاولوا تحلوا الموضوع ده بحاجات انتوا بتحبوها. يعني انا مثلا بحب ان انا اضيع الاكتئاب بالشغل. طول ما انا شغاله ما بحسش ان انا متضايقه. اول ما بقعد في البيت بقى انهيار. زمان انا كنت بحس ان انا الاكتئاب بتاعي بيروح بالسفر، او ما اجهز شنطتي واسافر. انا كان اسرع حد بيسافر واسرع حد بيجهز شنطته هو انا. دلوقتي فكرة ان انا اركب الطيارة تقيلة على قلبي، مش قادرة ان انا اسافر. دلوقتي بحس ان انا بضيع اكتئابي بالشغل. طول ما انا شغالة انا تمام واموري متظبطة ومية فل و14. اول ما بقعد مع نفسي وما ببطل شغل بكتئب. فانتوا شوفوا ايه الحاجة اللي بتخليكم مبسوطين. مش يعني الوقت بيضيع. هي هنا امريكا وقت وبيضيع.